انا عندي احتمالات. اول احتمال يكون مين؟ يكون الجسم والمراقب في نفس الاتجاه، اللي هو مين؟ الجسم والمراقب. عكس الاتجاه بين مين برضو؟ الجسم والمراقب. تعالوا ناخده اول احتمال. عندما يكون الجسم والمراقب في نفس الاتجاه، السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية ناقص، خلي بالك، سرعة المراقب. لفت في عكس اتجاه، السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية زائد سرعة المراقب. طيب القانون ده بقى هيطلع منه مشتقات. ايه هو مشتقات القانون؟ عاوز مين بقى؟ مرة السرعة الفعلية ومرة سرعة المراقب، وهي نفس القصة، عاوز مرة السرعة الفعلية. هي القوانين كتير ليه يا مستر؟ احفظ الأساسي خلاص وطلع منه اشتق كأنها معادلة رياضية أو جبرية. تمام؟ هنا عاوز مين؟ سرعة المراقب. طيب أنا لو عاوز السرعة الفعلية، مين هنا؟ سرعة المراقب إشارتها موجب، هتروح الناحية التانية إيه؟ بالسالب. مين مستنية هناك؟ يبقى السرعة النسبية ناقص سرعة المراقب. طب افرض عايز المراقب، مين اللي هيعدي الناحية التانية؟ الفعلية، يبقى هتساوي السرعة النسبية ناقص السرعة الفعلية. تعال لو عايز الفعلية هيعدي الناحية التانية، مين اللي هيعدي؟ المراقب، بس هنا سالب، هتعدي الناحية التانية بالموجب. السرعة الفعلية تساوي السرعة النسبية زائد سرعة المراقب، عشان دي كانت سالب عدت الناحية التانية بالموجب. تمام؟ طب لو عاوز المراقب، بس يا مستر المراقب هنا سالب، فهنعديه الناحية التانية عشان يغير إشارته ونجيبه منه السرعة النسبية. يبقى سرعة المراقب هتساوي السرعة الفعلية ناقص السرعة النسبية.